هل تشعر أحياناً بالإرهاق الدائم، أو دوخة متكررة، أو حتى تساقط شعر مستمر رغم أنك تتغذى جيداً؟ قد لا تكون المشكلة في الطعام نفسه، بل في قدرة الجسم على امتصاص العناصر التي يحتاجها فعلاً. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جداً يهم كل بيت، وهو كيفية دعم الجسم لعلاج فقر الدم والأنيميا بشكل طبيعي وآمن من خلال التغذية السليمة. في هذا الفيديو لن أتحدث عن مكملات أو أدوية، بل عن خطوات عملية يمكنك تطبيقها يومياً من داخل مطبخك. لأن الغذاء إذا استخدم بطريقة صحيحة يمكن أن يكون أفضل وسيلة لمساعدة الجسم على التعافي. سأشرح لكم كيف يعمل الجسم على امتصاص الحديد بشكل طبيعي، وما الأسباب التي تمنع امتصاصه رغم تناول الأطعمة الغنية به، وكيف يمكننا تحسين كفاءة الدم عبر توازن ذكي بين الحديد، وفيتامين سي، وحمض الفوليك، وفيتامين بي 12. وسأشارككم أيضاً وصفة طبيعية بسيطة تمد الجسم بالطاقة وتساعد على رفع كفاءة الدم بطريقة آمنة ودون أي آثار جانبية. قبل أن نبدأ، أرحب بكل من يتابعني من مختلف البلدان، واكتبوا في التعليقات من أين تتابعونني. وإذا كنتم متحمسين لمعرفة الطريقة الطبيعية لتحسين صحة الدم، اكتبوا الرقم 1 في التعليقات الآن، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. الفهم الصحيح لفقر الدم. الفهم الصحيح لفقر الدم هو الخطوة الأولى نحو العلاج الحقيقي. كثير من الناس يعتقدون أن الأنيميا تعني نقص الحديد فقط، وهذا تصور خاطئ طبياً. فقر الدم حالة معقدة قد تنشأ من أسباب متعددة، منها نقص فيتامين بي 12، نقص حمض الفوليك، ضعف امتصاص الحديد من الجهاز الهضمي، اضطرابات في عمل الأعضاء المسؤولة عن إنتاج الدم، وعلى رأسها الطحال. الطحال هو أحد أهم الأعضاء في تكوين الدم وتجديده، فهو ينتج خلايا الدم الحمراء ويخزنها، كما ينقي الدم من الخلايا التالفة. وعندما يضعف أداؤه، تنخفض كفاءة الجسم في إنتاج كريات دم سليمة، مما يؤدي إلى أعراض مثل الإرهاق، الدوخة، شحوب الوجه، ضعف التركيز. لذلك دعم صحة الطحال يعد أساساً في علاج فقر الدم من جذوره. أطعمة تغذي الطحال وتدعم إنتاج الدم. من أبرز الأطعمة المفيدة؟ البطاطا الحلوة، غنية بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة، تعزز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية. الكوسة، خفيفة على المعدة وغنية بالمعادن والماء، تدعم امتصاص الحديد. اليقطين، القرع يحتوي على فيتامينات تنشط الطحال والكبد وتزيد إنتاج خلايا الدم. الجرجير، غني بالحديد الطبيعي وفيتامين سي، يحفز إنتاج الهيموغلوبين. الفجل الأحمر، ينقي الدم وينشط الدورة الدموية، ويدعم وظيفة الطحال. ميزان التوازن الغذائي هو الأساس. الجسم لا يحتاج إلى الحديد فقط، بل إلى شبكة متكاملة من العناصر: البروتينات، الفيتامينات، المعادن، والإنزيمات المساعدة. عندما يحصل الجسم على هذه المنظومة، يبدأ بإنتاج دم صحي طبيعي. المصادر الغنية بالحديد: مسة زرقاء صغيرة، الحديد الحيواني. الكبدة، البقر أو الدجاج، غنية بالحديد الحيوي وفيتامين بي 12 وحمض الفوليك، لكن يجب تناولها باعتدال لتفادي الدهون والكوليسترول. مسة زرقاء صغيرة، الحديد النباتي. العدس، يحتوي على الحديد، الألياف، والبروتين النباتي. السبانخ، غنية بالحديد والمغنيسيوم وفيتامين كي. البنجر، الشمندر، ينشط الدورة الدموية ويحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء. العسل الأسود، مصدر ممتاز للحديد والكالسيوم والمعادن. ملاحظة: الحديد النباتي يحتاج إلى فيتامين سي ليساعد الجسم على امتصاصه بكفاءة.
لذلك للليمون أو البرتقال أو الكيوي مع الوجبات الغنية بالحديد. مثلاً، أضف قطرات من عصير الليمون إلى طبق العدس أو السبانخ بعد الطهي. مشروب ساخن. أطعمة ومشروبات تعيق امتصاص الحديد. من أهم الأخطاء الغذائية: شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الوجبات. تحتوي هذه المشروبات على التانينات التي ترتبط بالحديد وتمنع امتصاصه بنسبة تصل إلى 50%. منبه: الأفضل تناولها بعد ساعتين من الوجبة. منتجات الألبان: الكالسيوم فيها يتنافس مع الحديد على الامتصاص فيقلل كفاءته. يفضل تناولها في وقت مختلف عن الوجبات الرئيسية. الحبوب الكاملة غير المنقوعة جيداً أو مضادات الحموضة قد تقلل أيضاً امتصاص الحديد. يوسفي: أهمية فيتامين سي، حمض الفوليك، وفيتامين دي 12. فيتامين سي يحول الحديد من شكله الثلاثي إلى الثنائي ليسهل امتصاصه. مصادره: الجوافة، الفراولة، الكيوي، الليمون، والبرتقال. حمض الفوليك وفيتامين بي 12 أساسيان لتكوين خلايا الدم الحمراء ونضجها. مصادرهما: الكبدة، البيض، الأسماك الدهنية مثل السلمون، الأفوكادو، البقوليات، والخضروات الورقية الداكنة. الجسم يحتاج توازناً بين الحديد وفيتامين سي وحمض الفوليك و12 لإنتاج دم صحي. جرة عسل وصفة فعالة لعلاج فقر الدم طبيعياً. المكونات: ملعقة كبيرة من العسل الأسود، ملعقة صغيرة من الطحينية أو السمسم المطحون، ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. الطريقة: 1. اخلط المكونات جيداً حتى تتجانس. 2. احفظها في وعاء زجاجي بالثلاجة. 3. تناول ملعقتين صغيرتين يومياً صباحاً على معدة فارغة قبل الإفطار بنصف ساعة. عضلة الذراع: مع الاستمرار لمدة 3 أسابيع يلاحظ تحسن في الطاقة واختفاء الدوخة وارتفاع في الهيموغلوبين.